مرحبا حبايبي، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة. مساء الخير، مساء العافية عليكم وعلى الوجوه الطيبة. حبايب قلبي، إجانا الشتاء ويا هلا بالشتاء والحمد لله والشكر على كل حال. بس من طبلنا الشتاء وإحنا مرضى، الأطفال والكبار والصغار، وحشاكم هاي الإنفلونزا الجاية الجديدة تموت أكثر من 15 يوم يلا تخلص. الحمد لله والشكر يا ربي، اللهم يا ربي عافية وستر علينا وعليكم. هنا حبايبي طبعا احنا انتقلنا لبيت جديد، ان شاء الله يا ربي بيت الخير علينا. طبعا هو ايجار بس الف الحمد لله والشكر ما يخالف، المهم بيت ساتر علينا. انتقلنا لبيت جديد وهذا يعني كنا مخبوصين، ومع ذلك انا قلت خلي اصور وشوية اشوف متابعيني واحباب قلبي. حبايب قلبي هنا أنا كان عندي طبخة لحم طلعتها على السريع، قلت خلي أموعها وأنقعها وأغسلها زين وأخليها على الطباخ حتى أسوي لهم غدا، لأن كانوا كلش تعبانين بنقل الغراض وتنظيف البيت وكل شي يعني. بس بعدنا والله مخربطين هسه حتشوفون بالتصوير، بس يعني مهما يكون أحسن من البيت اللي كنا قاعدين بيه الحمد لله. طبعا هنا أنا جيت خليت اللحم على الطباخ، وأني أخلي باللحم أعزل ومنا ومنا خلاص روتين يومي لكل امرأة عراقية. شلونكم انتو؟ اخباركم شخباركم ويا المدارس؟ طبعا انا مبهذله كلش من ورا المدارس، وشوفوا هاي حالتنا، لان يعني يلا بس نلقانا مكان ننام بيه ورا التعب والشيله، والله يساعد كل من يشيل يوميا ويأجر ويقعد. الحمد لله هنا غرفة البنات، طبعا بعد ما جبنا يعني هواي غراض بعد ما جبناها، قلنا شوي شوي وعزلت. وطبعا راحوا الأطفال المدرسة وأنا بديت أسوي بالغدا مالتهم، وانتظر أبوهم هماتين يجي، والحمد لله والشكر على كل حال. هنا معلقات الشهايد مالتهم، طبعا الحمد لله الحمد لله يا رب، إن شاء الله دوم التوفيق والنجاح لكل طفل والكل طالب بالمدرسة. بديت أخلص تقريبا أعزل وأرتب، وهنا أعزكم الله الصحيات. طبعا أنا دا أشوف البيت أستطلع لين هاي أول يومين إحنا قاعدين بيه، فشفت من شفت بيت كلش حلو ما شاء الله مرتب، بس كلش كبير ويتعب يراد له شغل هواي، وأني صاحبة أطفال ويلا ألحق من الصبح لليل، والحمد لله الله ينطينا الصحة والعافية إن شاء الله. طبعا الصحيات كل شي مرتبة، يعني ما يعرف كل شي اللي يجيكم خطار أو شي حلو يعني. وهنا غرفتهم راح نعزلها ونكملها، وجبنا الأشياء المحتاجية والأشياء البسيطة والباقي على الله. هنا طبعا النونة نايمة مالتنا، ورجعت الغداية وقلت خلي أسوي تشريب أصفر مال لحم، صار هواي إحنا ما ماكلين. وطبعا هنا بدأ يستوي اللحم وطبقته على تشريب أصفر، وحاجة يعني أسوي بالتفصيل لأن كلكم تعرفون شنو يعني هبيط اللحم، اللي هو تحمسين يعني تخلين زيت واللحم والبصل ونوم بصرة وكركم وفلفل أسود وملح، وبعدين تزيدي مي حار ويصير هبيط يخضل. وهنا عندي حمص مال وجبة، طبعا تدرون هاي السنة ما شاء الله أكثر شي الحمص والعدس. أعزل قلت لا يروح يجي عليه يعني ماي أو شي، وهم دا يرتبون ويجيبون غراض، فقلت خليه أعزله وأخليه بسطل وأسده ويفيدنا بالشتاء بهواي أكلات إن شاء الله. والعدس نفس الحالة هماتي راح أفرغه وأخليه، راح يجينا الشتاء إن شاء الله فصل بارد جدا يريد هواي أكلات دافية مثل الشوربة وأشياء هواي دافية والأكل طبعا حبايب قلبي الشتاء ليلة كلش طويل، يعني إذا نتعشى بالستة لازم ب12 نجوع، وهاي جتنا المدارس وما نعرف نهارنا من ليلنا، بعد نركض وما نلحق، والحمد لله والشكر يا ربي. وهنا قلت هاي الأكلة اللي هي يعني التشريب الأصفر مالت اللحم أو هبيط اللحم يراد وياه شعرية. أنا أحب كلش الشعرية والكشمش التاجينة يسموها، أكو ناس تخلي لها جزر وأشكال وألوان، أنا ما خليت بس كشمش وشعرية. هنا حمست الشعرية كل زين وخليت لها كشمش، طبعا راح أخلي لها قلاص نص كوب شكر يعني، وأسويها حلوة. وهذا استوى مالتنا التشريب، والتمن طبعا الأبيض الجميل، وشعريتنا الحلوة الذهبية وياها الكشمش، وطبعا حلوة أسويها أني. وهنا الحمد لله والشكر جو الأطفال وإجا أبوهم، وبديت أصب الغدا لأن ورانا هواي شغلات وهواي سوالف، ويا ربي إن شاء الله توفيق لنا وإلكم يا الله. وبهذه اللحظة ومع التسجيل هذا وأحب أصلي وسلم على رسولنا الكريم، اللهم صلي وسلم على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأحب أستغفر وياكم وأقول الحمد لله والشكر على حالنا وعلى كل حال، اللهم زيدنا وزيدكم.
حبايب قلبي اكو هواي متنمرين يكتبون بالتعليقات ما يعني شغلات يعني وكلمات اصلا ما تنذكر، يعني على اسلوبهم حشاكم اسلوبهم الزفت، اسلوبهم السخيف، يعني حرامات حتى اجاوبهم والله. يعني انا اول مرة يجيني هيك تعليق، وحتى مو بقناتي ولا على هذه الفيديوهات، يعني انا معلقة القناة غير قناتي وكاتبة تعليق كلش حلو لان احبهم هاي العائلة اللي انا تابعتهم. ما أعرف منو داخل لي ومعلق لي هذا التعليق. يعني أنت كان ولد أو بنية أو كان رجل أو امرأة، هاي إذا أنت رجل أو امرأة، يعني شنو استفاديتوا من تعلقون هيج تعليق وتجرحون المقابل؟ ترى ما راح تستفادون شي. تحجون اللي تحجون اللي بيكم. العفو حبايب قلبي، أنا ما أقصدكم، أقصد هاي إذا كانت مرية أو رجل. اللي علقت هذا التعليق ما تخاف الله، لأن أنا ما أعرفها ولا تعرفني ولا كاتبت لها إلها. أنا معلقة الجماعة أحبهم وكلش أتابعهم يوميا، يعني تكتب كلمات مو حلوة، لا تعرفيني لا أعرفك، شلون تعلقين هيج تعليق؟ ومع ذلك أنا كل شي ما رديت لك، بس قلت لك حسبي الله ونعم الوكيل عليك. إن كان أنت امرأة وإن كان أنت رجل ومعلق هيج تعليق، أو امرأة ولو أنا أعرف إنه هي امرأة، لأن الرجل ما راح ينزل نفسه لهيجي مستوى ويكتب هيج كلمات ما حلوة. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يجرح إنسان أو يعلق تعليق ما حلو، لأن أنت ما تعرف شنو ظروفه وما تعرف هو شلون عايش وما تعرف شنو قاعد شي يسوي وشي يسوي حتى يطلع هذا الفيديو. بس أنا لو على الفيديو مالتي معلقين عادي، بس أنا معلقة لغير جماعة وهي ردت لي رد مميز، كاتبين يعني رد مميز من عندها. حسبي الله ونعم الوكيل عليك. من البارحة اليوم أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل على صاحب التعليق، الله لا يوفقه إن شاء الله، لأن أنا ما مسوي شي لأحد ولا معلقة لأحد. من تدخلون وتعلقون هيج تعليقات ما تخافون الله. هنا حبايب قلبي خلصنا المنسف مالتنا، طبعا عفنا من هاي النماذج الصغيرة جدا اللي ما راح تأثر علينا. طبعا الحمد لله والشكر ماشيين عدل، ماشيين بطريق حلال. الله دا يشوفنا ويسمعنا ويعرف شنو احنا، ما نتأثر بهاي الأقوال. هنا حبايب قلبي طبعا صبينا هذا المنسف، خلصنا وتغدينا والحمد لله والشكر. طلعت اشتريت قرطاسية للجهال. طبعا جتني المدارس واني تعبانة كلش حشاكم وكنت مريضة، وقوة رحت جبت لهم هاي القرطاسية من المكتبة. طبعا الأشياء يعني مناسبة، بس كان تقريبا دفاتر كلش غالية، يعني 1500 الدفتر. اشتريت لهم الحمد لله والشكر، ما قصرت. الله الحمد لله والشكر يرزق من يشاء من عباده. الله يجيب ويذب علينا إن شاء الله بالرزق الحلال. الحمد لله والشكر ما مسوين شي لأحد، الحمد لله قاعدين ببيتنا وساكتين وراضين، الحمد لله والشكر يا ربي. وأطفالي الحمد لله والشكر أهم شي بزينين وبصحة جيدة، هاي أهم شي عندي بالدنيا. رحت جبت لهم هاي الشغلات، تعرفون يعني أطفال ما شاء الله يعني يريدون كتب كبار كتب صغار، جبت وأصباغ ومن هالسوالف، هم شنو اختاروا وجبنا لهم إياه وما قصرنا. وهنا رجعنا سوينا شاي، تعليلة شاي، وخلصت. هنا طبعا شوية غسلت فواكه للأطفال. عندي جماعة ما يحبون العنب من جهالي، بس أنا كلش أحب هاي النوعية مالت العنب يخبل، وناس تحب البرتقال، فقلت خل أسوي من هذا ومن هذا نتعلل. وهنا المطبخ شوفوا بعده، يعني أنا ما مرتبه هيجي ترتيب كلش بسيط لأن استونا ناقلين جديد. أتمنى منكم الإعجاب يعني بالفيديو أو الاشتراك، وبكيفكم بعد حبايب قلبي. أتمنى من كل إنسان يشوفني قدر تعبي، ومع السلامة يا أغلى ناس.